بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اليوم ثاني أيام عيد الفطر السعيد في العام 1435 هجري، الموافق يوم الثلاثاء 29/7/2014، برعاية هيئة حوران الإسلامية عطاء. يقوم أعضاء المكتب التنفيذي بتوزيع الألعاب على الأطفال المهجرين والمنصوبين وأبناء الشهداء والأيتام، ويشاركونهم في اللعب برسم البسمة على وجوه الأطفال، والحمد لله رب العالمين. يقول حوران صاحت يا الربع طبها عاد، ودمها عبق بثرة وطوف سدود، واليوم ثكلة ولابسه ثوب الإحداد تستنجد، وكل رواه شعبها وعود. كم عاد عام وحقها اليوم ما عاد، وكم مجزرة والعالم وقوف وشهود، ومصابها اللي جرحن بعمق الفؤاد، ما برى مني وطبها انشده مفقود. وين العرب؟ وين العروبة؟ وبن الضاد؟ وين الخليج؟ وآل ثاني وبن سعود؟ وين ابن زايد راعي السبع الاشداد؟ وابن الصباح وكل نصيح مقصود. كم لي ونومي والعرب كلها رقاد، ما شفت منهم غير تنديد ووفود. يا رب فرجها على كل العباد، وقف الضعاف بسوريا ظلم جلمود، ومن الروافض طهر جموع البلاد. انت القوي ونرتجي منك الفود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. باسم أطفال قرية مليحة العربية المهجرين والمنكوبين الذين سلبت البسمة من وجوههم بسبب تهجيرهم وتشريدهم من قبل هذا النظام الظالم إلى قرى حوران الباكية. أشكر هيئة حوران الإسلامية عطاء، وأشكر العاملين فيها، وأشكر الأخ علاء الغانم بشكل خاص على اهتمامه وعلى جهوده التي يبذلها في إيصال هذا العون وهذه المشاركة والمساهمة في رسم البسمة على وجوه أطفالنا في أيام عيد الفطر السعيد. باسم أهالي القرية نشكرهم جميعا، نشكر هيئة حوران والمكتب التنفيذي والأخ العزيز على إعلانه، والله هو المتوفق. وأطفال زينة الحياة الدنيا، أطفالنا الذين يحتاجون إلى الابتسامة في هذه الأيام، ثاني أيام عيد الفطر السعيد. أبناؤنا يفتقدون لهذه الابتسامة بسبب الضربات الموجعة وآلة الحرب والدمار التي يستخدمها هذا النظام المجرم. طبعا أبناؤنا من بلدة مليحة مهجرين إلى القرى، في بعض القرى في جنوب حوران. نحن حاولنا الآن أن نرسم الابتسامة على وجوههم، نتمنى لهم مستقبلا زاهرا، ونتمنى لهم الفرج القريب بإذن الله.